السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن مشكلة انقطاع النت، وبيظهر لنا رسالة لما بنيجي نفتح المتصفح. على سبيل المثال هنا الرسالة زي ما انتم شايفين: يرفض الخادم الوسيط الاتصال. بيطلب مننا افحص اعدادات الوسيط. لما تظهر الرسالة ديت الحل بتاعها بسيط جدا، بيبقى كالتالي: هنيجي كده في المتصفح عندنا العلامة الجانبية، نضغط عليها ونختار خيارات. من خيارات بيظهر لنا الصفحة ديت، بننزل أسفل لما نوصل عند وسيط الشبكة ونختار هنا الإعدادات. هنلاحظ هنا إن العلامة موجودة عند استخدام إعدادات النظام الوسيط. الحل بسيط جدا، إن هنضغط على تعرف تلقائيا على إعدادات وسيط هذه الشبكة ونضغط على حسنا. بعد كده هنغلق المتصفح وهنفتح من جديد. طب كده ما فتحش، يبقى هضطر اقفل المتصفح تاني واقفله من جديد خالص وافتحه من جديد. الشبكة عندي النت فاصل، اشغل النت. بس كده. لان النت عندي اشتغل ورجع تاني زي الاول. وشكرا.